ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنعرف مع بعض اهم انواع الصواني اللي المفروض ان احنا نجيبها وهتكون عمليه جدا معانا. اول واحده الطقم المستطيل ده بيكون عباره عن 3 قطع. هو ألمونيا. حلو جدا ومفيد، استخداماته كتيره قوي قوي قوي، وهيفيدك لو انت عايزه انك تقطعي الاكل في العموم بشكل واحد. يعني مثلا هتقطعي مربعات كله، فده بيكون اكتر نوع مناسب. النوع التاني برضو ألمونيا وبيكون المدور. بتحتاجيه في حاجات كتيرة، وخصوصا لو هتعملي تورت أو كده. الألمونيا بتكون أفضل حاجة في صواني الكيك. والنوعين دولت بالذات مفيش غنى عنهم حرفيا. الشكل ده حلو قوي وهتلاقيه منتشر كده، وفي منه أشكال تانية وفي أحجام أو مقاسات في ارتفاع أطول من كده. بس ده ممتاز ومناسب وحلو قوي وعملي كمان، بس محتاج انه يتبطن كويس بالدقيق والسمنة او الزيت علشان ما يلسعش منك. البوريوش مش بس للرز او مش بس للتزيين، هو حلو جدا جدا برضو للكيك، وخصوصا المولتن كيك، بس برضو محتاج انه يتبطن كويس. معانا كمان القالب بتاع الانجليش كيك. طبعا مش شرط برضو الكيك، ممكن تعملي فيه توست او اي حاجة، بس هيحتاج منك ورقة زبدة، او هيحتاج انه يتبدر كويس برضو علشان ما يلسعش. وفي منه ألمونيا لو انت حابة انك تجيبي الصينية اللي فيها ال12 عين، تكون افضل بكتير من ال6. وبيكون معاها كمان ورق، او انت ممكن تجيبيها اللي بيكون فيها قوالب سيليكون. بتكون حلوة وعملية. الورق في العموم أصلًا بيلزق شوية في الكيك كده، فبياخد جزء كبير منه، فالسيليكون بيكون أفضل. السيليكون في منه أشكال كتير، أنا جايبة الشكل المربع دوّة. لو لقيتِ هاتي ال12 بلاش ال6، لإن يعتبر مش هيفيدوكِ أوي، أنتِ محتاجة عدد. أو لو أنتِ بس عيلة صغيرة تمام ماشي ال6 هيبقوا كويسين. وفي منهم مدوّر بيتحط مع الصينية دي. بس كده ده يعتبر أهم حاجة في صواني الكيك أو الصواني اللي أنتِ أهم حاجة في كل الأنواع دي إنِك تستخدمي يا إما ورق زبدة يا إما تبطنيها كويس بالزيت وبالدقيق علشان الحاجة ما تبوظش منِك.